السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل معاكم كل اي فيديو بحب ان انا انزله على القناة واعرفكم كل ما هو جديد في قناتي. طبعا انتوا عارفين ان انا بربي الطيور بسم الله ما شاء الله وبربح منهم مشروعين من البيت. واي اسئله انتوا عايزين تستفسروها علشان تسترزقوا برضو، ما كلنا عادي، احنا كلنا بنسترزق من بعض. واي معلومه طبعا انا مش هبخل عليكم. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا لو انت عايز تعملي مشروع مربح من البيت لازم تبقي عامله لازم تبقي تتبعي الخطوات دي، عشان الخطوات دي مهمه جدا. لازم كلنا طبعا انتوا عارفين طبعا كلنا لازم نسترزق، وعايزين نسترزق باي طريقه وباي جنيه عايزين نسترزق. شايفين بسم الله ما شاء الله. قبل كل حاجه تصلوا على النبي في التعليقات. ولو عايزه تربحي من البيت تعالي اقول لك على الطريقه اللي تربحي منها في البيت وتخليكي تربحي كل يوم من بيتك. ايه هي بقى؟ ان انت مثلا لو حبيتي تجيبي شويه فراخ وتسترزقي منهم، جميل جدا برده بسم الله ما شاء الله هتسترزقي منهم. بس قبل كل حاجه لازم تبقي انت محصناها كويس جدا جدا، علشان مش ما تجيبيش الفراخ بتاعتك كده واول ما تجيبيها وتفتح بيض معاكي تلاقيها ايه ماتت منك او عيت او كده. لا، امال بنعمل ايه؟ لازم طبعا تكوني محصناها كويس جدا جدا. تكوني محصناها. عندك بصل مثلا تخرطي لها بصل، لازم تكوني محمله التحصينات دي. بصل مثلا تخرطي لها في مرتين في الاسبوع، بصلتين كده تخرطيهم، او تحطي بصلايه في الميه جميل جدا، او تستعملي الخل، تحطي معلقتين خل مرتين في الاسبوع، تحطي معلقتين خل ومعلقه عسل اسود في الميه، جميل جدا هيحصن فراخك جدا وهيقوي المناعه. حتى لو عندك طيور عندك جيرانك عيانه، فهتلاقيها فراخك انت مش هتلقط العدوى، وهتلاقيها قويه كده بسم الله ما شاء الله وحلوه، وهتلاقي الفراخ طالعه قويه كده هو وجميله ومش عيانه ولا مرضانه. يعني انا مثلا بسترزق من طيوري، انا بجيب كميه كبيره، ببقى طبعا محوشه لهم عيش قبل ما بجيب، بيبقى متوفر عندي العيش. وطبعا العلف ده شيء مهم جدا. وبعمل مشروع بسترزق منه، يعني مثلا ببيع كيلو الفراخ البلدي ب 100 جنيه. اي نعم ممكن بره بيبقى اكتر من كده، ممكن ب 120، بس انا بحب استرزق عشان دي زبايني وكده، فمش لازم اقف معاهم، فببيع ارخص من السوق علشان استرزق، لان ناس بتحبني وجيراني وعارفاني، لان انا ببيعها لجيراني. يعني الكميه كلها جيراني بيبيعوها، انا كان عندي كميه كبيره وبعتها الحمد لله. بعتها كيلو ب100، فهو اللي عاوز برضو هبيع له اكتر من كده، يعني يخلي الغلبان ياكل. اهو بسم الله ما شاء الله. ولو عندك مترين في بيتك تعالى اقول لك ازاي تعملي المشروع بتاعك. بس قبل كل حاجه لازم تبقي محضره الفراخ بتاعتك تحصين كويس، وما تاكليهاش الاكل الحمضان اللي هو البايظ، عشان دي طيور وتعيا ويجي لها ميكروب. طبعا لازم يكون الاكل اللي هو البايت، مثلا لو اكل بايت عندك بقاله كتير في الثلاجه ومش هتاكليه تاكلي لي فراخ، لكن ما تاكليهاش اكل حمضان ولا اكل كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لو عندك اي استفسار ولا اي اسئله اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد، واستنظرين فيديو جديد ان شاء الله. سلام.